سلام البنات، صحة فطوركم ورمضانكم مبارك. كل عام وانتم بخير، انتم بالصحة والهنا. هذا اليوم الأول ليا في رمضان، حبيت نشارك فيه كل التفاصيل اللي تعيشنا الأجواء هنا في فرنسا. راح نديكم معايا جولة سريعة لمحل أوشان، نشوفوا واش كاين جديد وتخفيضات، ونرجعوا للكوزينة نحضروا فطورنا ونوجدوا ثاني أحلى تحلية للسهرة تهبل، لازم تجربوها. وفي الأخير ثاني نوريكم المساتي البسيطة اللي قلبت الصالون تاعي الجو رمضاني بامتياز. خليكم معايا ويلا نبداو. وهنا كنت وصلت الأوشان، وأول حاجة لفتت الانتباه هي الأجواء الرمضانية اللي مدايرينها. ما شاء الله، قداش راني نشوف التخفيضات بدات في كل المواد اللي نحتاجوها احنا العرب يعني باش نوجدوا الفطور. شوفوا معايا ثاني الدقلة والتمر والأنواع اللي يجيبوهم، العين بقرة، وهذا كيما يقولوا له البرقوق والمشماش اللوز كلش، لوازم الطاجين هذوك وكل كاين، والحلويات ثاني وحتى الزلابيات جابوها لنا وبأسعار معقولة ثاني، وحتى البن اللي ما نستغنيوش عليه في السحور راهم جايبينه. والله يا البنات كي نتفكر زمان فرنسا بكري ما كانتش هكذا مرة، كنا نتعبوا باش نلقاو ابسط حاجة تعيشنا الجو هذاك تاع البلاد. بصح الحمد لله هذاك كلش تبدل، مارشيات العرب يجيبوا كلش اللي العجب يجيبوه، التوابل والكسكس حتى الماعن تاع البلاد يجيبوهم. صح رانا في الغربة، بصح الحمد لله بفضل هذا الوفرة ولينا نحسوا بريحة رمضان في ديارنا وبين وليداتنا. ربي يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. دوكا نبداو لا طاخت تاعنا. كيما راكم تشوفون نديرو 3 بيضات ونزيدو لهم كاس حليب وكاس سكر ونص كاس زيت ونخلط المكونات مليح مليح. نورمالمون نديرو بالباتور حتى يبيض هذا الخليط. انا درت غير بيبي اسمه ما طلعتليش بيان، هي بالباتور لازم تطيح حتى يبيض المكون. ومن بعد نزيدو له كاس ونص فرينه كما راكم تشوفوا، غربلوها هكذا تنحيو كاش تخش والله حفايس. ونزيدو 3 مغارف كاكاو، زيدو غربلوهم ثاني، وكيس تاع الخميره الكيميائيه وتحطوه في الفور يطيب. وحقا حبيت نسقسيكم قولوا لي كيفاش راكم مع رمضان هذا العام، غلبكم شويه ولا مازلتوا حاكمين؟ المهم اهم حاجه نذكركم ونذكر نفسي بها هي العبادات. وين راكم في القران؟ انا راني في سوره النساء، مانيش مافونسيه بزاف لخاطر نقرا غير دو فوا ورا المغرب ورا الفجر في لا جورني، ولا غا تري اوكوبي مع بيبي هاكم على بالكم ما يخليليش الوقت مره. رمضان راهو ماشي غير زينه وفطور، ان شاء الله نكونوا كامل من الصائمين والقائمين وربي يتقبل منا. قولوا لي ثاني شحال راكم تعقبوا الوقت في الكوزينه؟ انا راني نحاول ننظم وقتي قد ما نقدر باه ما نضيعش الوقت بزاف في الكوزينه وفي الطياب هكذا نتجنبوا التبذير ثاني، ما لازمش نسينو بلي البركه في القليل. نطيبوا غير الحوايج اللي صح ناكلوهم ماشي باش نصنعوا بهم. كيما انا عام سنه ما درتش طاجين لحم لا خاطر هذاك هو اللي ما ناكلوش نذوقوا منه ويقعد شهر وهو داخل خارج من الفريجيدير. وهنا ما بين ما الكيكه طيب في الفور درت هاد لا كريم باتيسير. نورمالمون تعرفوا كامل لا كريم باتيسير. هنا كي طابت خرجتها خليتها بردت شوي وقسمتها على 2. نحطوا الطبقه الاولى ونشمخوها مليح بالحليب حتى تشرب. كي تمسوا هكذا كي تمسوا الكاطو تلقاوه شويه مشمخ، الحليب يكون بارد عادي هكذا تشرب مليح. نكبوا عليها لا كريم باتيسير كومبلي ونزيدوا طبقه ثانيه هذيك من الفوق ونزيدوا نشمخوها. شوفوا نتوما كيما قلت لكم نضربوها بالباتور باه تجي هشيشه المسكوته تجيكم خفيفه بزاف. انا هنايا ما طلعتليش مليح كيما شفتوني ضربتها بيدي وما طولتش يسمى ما طلعتليش بيان هكذاك وخرجت بنينه تسخف. جربوها البنات والله غير هايله، تتكل البارده وتجي مشمخه. وهنا ثاني كيما راكم تشوفوا نشمخوها مليح بالحليب كيما راكم بيان يعني، ومشي حتى تولي تكثر بزاف. شمخوها مليح وحطوها تبرد. ومن الفوق ديروا الكلاصاج لا كريم ليكيد مع شوي شوكولا فوق النار، ذوب هذيك الشوكولا وكبوا على الكيك وكل خليوها تبرد وشهيه طيبه. انا ما كيما نقولوا ما صورتش هذا المقطع تاع الشوكولا باسكو نسيتو.
الحصول بنينة تهبل، جربوها البنات والله ما تندموا وتعودوا مدمنين عليها. حنا كيما هاد خلاص نعاودها بلاطو رايح بلاطو جاي، ميم ماشي في رمضان. وهنا رحت للصالو قلت نعطيه لمسة رمضانية هكذا ونديكوريه بيان هكذا نحسو شوية بالأجواء وقت الفطور. وهنا قمت بتلصيق هذا الزخرفات هذو الخشبية، درتهم في الخيوط ولزقتهم بالسكوتش هذا دوبل فاس باه ما نفزتش الحيط ثاني، وعلقت لهم هذا الشباشب باه نزيدهم هكذا لمسة اورينتال كما يقولوا. وزيد علقت هذوك المجسمات اللي خدمناهم كيف كيف، انا حطيت لكم الطريقه في لي شورت يوتيوب. واللي زاد النص في هذا الديكور كل هو هذا الكادر المضيء دوك نعلقو تشوفوه. وهذاك لو فوالاج بلون ثاني هو اللي عطاه واحد اللمسه هكذا اورينتال بامتياز، وفكرني في ديكورات الف ليله وليله. الابيض مع الاضاءه الخافته يخلي العين ترتاح والروح تهدأ. دوك نخليكم فيغ لا فان تشوفوا لا ديكوراسيون كي يعودوا الاضواء طافيين، وقولوا لي رايكم في التعليق اذا عجبتكم ولا لا. وهنا دخلت للكوزينه باه نطيب فطوري، صبت الشربه ودرت معاها صفيريه وبوريك وحميس. هذا ما درت النهار الاول حوايج اللي فريمون حوايج اللي ناكلوهم، يعني انا ما نحبش بزاف التبذير. هنا كي تغلي الشربه البنات قبل ما ندير الفريك نصفيها. شوفوا مالغري بالمنياشوا حيت البسطه وذاك بصح شوفوا واش يلم هكذا. انا نحب دائما نصفيها وندير الفريك، جربوها البنات يجي يسخف. ودرت الفلفل ثاني شويتو ملفه، ساعات نشويه على الطاجين ساعات هكذا على النار ديريكت. شويت هنا البوريك كنت خدمته بلا فيون داشي، والصفيريه هذيك ربعتها من بعد نديرها في لا شابلور وكورني فليكس. وما درت لهاش لاصوص تاعها، لقيت هذاك لو فرomاج فوندو يتباع واجد يسمى نذوبو هكذا، اللي يحب ياكل يغطس ديريكت في الفرموج وياكل. وبلا ما ننساو هذه السلطه المنعشه تاع الخيار والطماطم والبصله ولي زافوكا تجي تهبل مع هذيك لا سيزونمون ثاني مخدومه في الدار. انا ما نشريش تاع برا، ساعات يقولوا فيها كحول ساعات ثاني ماهيش صحيه، يعني نفضل هكذا نخدمها بزيت عرب والقارص وتجي تسخن باش نهار نشارك معكم الوصفه. وزيدوا مطلوع المكسور ثاني اللي يوجد ليه. والبوريك ثاني انا البنات نقليه هنايا في الاير فراير يجي يسخف. سامحوني على صوتي والله راني شويه بحاله، على بالك القرمشه تاعو تقعد يومين، الغدوه بالذاك تلقاوه بزاف حيتك مازال يتقرمش والله. وهنا ها هو ديكور الف ليله وليله. قولوا لي البنات اذا عجبكم لا فيديو هذا، ما تنساوش تخليوا لي رايكم في تعليقات هكذا باش تطلع لي لا فيديو، بارطاجيو مع اكبر عدد ممكن لمعارفكم. وقالهاش صحة فطوركم وصحة سحوركم، وربي يتقبل منا ومنكم. والى اللقاء في فيديو جديد. ما تروحوش مازال شويه لا فيديو، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.